السلام عليكم، انا مصطفى وائل، وفيديو النهارده مهم جدا جدا لاي راجل ولاي انسان الحقيقه، وهو ازاي تعرف شكل وشك. ازاي تعرف وشك مربع ولا مستطيل، مدور ولا بيضاوي، مثلث ولا معين ولا على شكل قلب ولا ايه بالظبط. ازاي واحد عنده اكتر من 15 سنه ما يعرفش شكل وشه. 15 سنه بتبص في المرايه وبتروح للحلاق وبتلبس نظارات وما تعرفش العامل الرئيسي المؤثر في كل دول. عشان كده النهارده هقول لك على 5 طرق تقدر تعرف بيهم شكل وشك، وكمان هقول لك تقدر تستفيد ايه من المعلومة دي. يلا نبدأ. في الاول لازم نفهم ايه فايده انك تعرف شكل وشك، او ده هيفرق معاك ايه في شكلك وستايلك، وهقول لك انه هيفرق جدا في 3 نقط. اول نقطه هي تسريحه شعرك. انت ممكن تحب تسريحه شعر حلوه جدا على ممثل او مغني او حتى واحد صاحبك، ولما تيجي تعملها انت تلاقي شكلها وحش جدا عليك مع انها نفس التسريحه بالظبط، وده بسبب ان الحلقه مش لايقه على شكل وشك. انت لازم تختار التسريحه اللي تليق على وشك، اللي تخفي عيوبه وتبين مميزاته. ودي مش بالضروره حلقه معينه، لا، بتبقى اكتر من حلقه بيستوفوا الشروط اللي مناسبه لشكل وشك انت. تاني حاجه، لو حابب تربي دقنك، مش اي حد ينفع يطول دقنه لتحت، ولا اي حد ينفع يدرج جناب دقنه، ولا اي حد يقدر يربي دقن كثيفه. كل وش ليه ستايلات معينه بتليق عليه، هي دي اللي بتخليك تحس ان الراجل ده دقنه مظبوطه وحلوه على وشه، مش انك تقلد اي ستايل عاجبك وخلاص وهو مش لايق عليك. ثالث نقطه ودي مهمه جدا جدا جدا، وهي اختيار النضاره الصح، سواء كانت نضاره نظر او نضاره شمس. والنقطه دي ممكن تكون مهمه اكتر من الشعر والدقن، لانك لو اخترت النضاره الصح هتخلي شكلك احسن واوسم، لكن لو اخترت النضاره الغلط اللي مش لايقه على وشك هتخلي شكلك وحش او حتى عبيط. اول طريقه وادق طريقه معانا هنحتاج فيها متر او مسطره او اي اداه قياس، وهناخد 4 مقاسات. رقم 1 طول الوش، وهي المسافه بين منبت الشعر من فوق وطرف دقنك من تحت. رقم 2 الجبهه او القوره، ودي المسافه بين زاويه الحاجب اليمين وزاويه الحاجب الشمال. رقم 3 عظمه الخد، وده عرض وشك من النص بالظبط، من عند العظمه اللي بارزه دي، تاخد المقاس من اول هنا لحد هنا. رقم 4 الفك، ودي المسافه بين طرف دقنك اليمين والطرف الشمال. اكتب ال4 مقاسات على ورقه وتعالى نعمل شويه مقارنات. معلش انا عارف ان الموضوع متعب وفيه رياضه، بس ما تقلقش، هتعمله مره واحده بس في حياتك وهتعرف شكل وشك لحد ما تموت. في الوش المدور هيبقى الطول ومقاس الخد قريبين جدا من بعض، وهما الاثنين هيبقوا اكبر من مقاس الجبهه والدقن اللي برضه قريبين جدا من بعض. في الوش البيضاوي هيبقى مقاس الطول اكبر من مقاس الخد، ومقاس الجبهه اكبر من مقاس الفك. في الوش المثلث هيبقى مقاس الفك كبير ومقاس الخد اقل منه شويه، ومقاس الجبهه اقل من الاثنين، ومقاس الطول مش مهم قوي مع الوش ده. في الوش المربع هتبقى المقاسات كلها قريبه من بعض، يعني الطول قريب من الخد، قريب من الجبهه، قريب من الفك. في الوش المستطيل بقى هتلاقي الجبهه والخد والفك قريبين جدا من بعض، بس الطول فارق عنهم شويه حلوين. في شكل القلب بقى هتلاقي الجبهه اكبر من الخد والفك، والطول مش مهم قوي في الشكل ده. اخر شكل وهو المعين او الجوهره، برضو الطول مش مهم فيه قوي، بس هتلاقي الجبهه قريبه من الفك والخد اكبر من الاثنين. لو مش حابب تاخد مقاسات ممكن تستخدم تاني طريقة، وهي طريقة الأسئلة. اختار شكل أو شكلين شاكك فيهم وجاوب على الأسئلة اللي هقولها. لو الإجابة صح على كل الأسئلة يبقى مبروك، هو ده شكل وشك. نبدأ بالمدور والأسئلة. هل طول وشك قد عرضه؟ هل قرطك مدورة من الجنب من عند زاوية العين؟ هل فكك مدور قوي من غير أي زوايا حادة؟ بعد كده الوش البيضاوي، ونسأل هل عرض جبهتك أقل من عرض خدك؟ وهل طول جبهتك كبير شوية؟ هل عظم الفك عندك مدور شوية ومن غير زوايا حادة؟ هل منطقة الخد هي أعرض منطقة في وشك؟ بعد كده ندخل على المستطيل ونسأل هل عرض الجبهة عندك قريب من عرض الفك؟ هل وشك واخد خط مستقيم من الجنب، يعني الجبهة قد الخد قد الفك؟ هل زاوية الفك بتاعتك حادة جدا؟ هل طول وشك تقريبا قد عرضه مرتين؟ ندخل على المربع ونسأل هل عرض الجبهة عندك قريب من عرض الفك؟ هل وشك واخد خط مستقيم من الجنب، يعني الجبهة قد الخد قد الفك؟ هل زاوية الفك عندك حادة جدا؟ هل طول وشك تقريبا قد العرض بالظبط؟ بعد كده ندخل على القلب ونسأل هل الجزء اللي فوق من وشك اكبر بفرق ملحوظ من الجزء اللي تحت؟ وهل عظم الفك عندك ضيق شويه وداخل لجوه؟ هل دقنك مدببه جامد لتحت؟ ولو ما لقيتش وشك في ولا واحده من الحاجات دي، عايز اقول لك جرب مره كمان او خلي حد تاني يجاوب بدالك. وفي كل الحالات ما تنساش ان في ناس وشها بيبقى تجميعه من شكلين مع بعض زي المدور والمربع، فحاول تاخد باكتر شكل قريب من وشك. تالت طريقة، ودي طريقة سرية جدا مش هتلاقيها في أي حتة على النت، وهي إنك تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو، وهتنام النهاردة وتحلم براجل مشمان بيقولك إيه شكل وشك. أنا ما جربتش الطريقة دي قبل كده بصراحة، فجربها أنت وقول لي في الكومنتات نفعت معاك ولا لأ.
رابع طريقة سهلة شوية، وهي انك تجيب قلم ومراية وتلزق وشك في المراية دي وترسم حدود راسك بالقلم، وبعد كده بص على الشكل اللي طلع وحاول تقربه لواحد من الاشكال السبعة اللي قلناها: المربع والمستطيل والمدور والبيضاوي والمثلث والقلب والمعين. الطريقة دي مش دقيقة قوي وصعب تطلع لك نتيجة الا لو شكل وشك قوي جدا، يعني مدور قوي او مثلث قوي مثلا. خامس طريقة هي انك تفتح الكاميرا الامامية وتحط الموبايل قدام وشك بالظبط وتاخد صورة، وتفتح بيكس ارت او اي برنامج ايديت وترسم السبع اشكال اللي قلنا عليها، يعني ترسم مربع ودايرة ومستطيل وبيضاوي ومثلث وقلب معين، وتشوف ايه اللي ماشي اكتر على خطوط وشك ويبقى هو ده الشكل بتاعك. طيب لو عملت كل ده وبرضه مش قادر احدد شكل وشي اعمل ايه؟ انا هقولك تدخل على جروب راجل مشمان بتاع القناه، هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو. صور نفسك بالطريقه اللي انا قلت عليها ونزل بوست واسال ايه شكل وشك، هرد عليك انا وباقي متابعين القناه. هتلاقي لينك الجروب في وصف الفيديو، انزل دلوقتي حالا اشترك في الجروب وتعالى لي عشان نكمل. اخر سؤال وده بيجي لي كتير جدا، وهو ايه احسن شكل وش بيليق عليه كل الحلقات؟ والاجابه ان احسن شكل وش هو الشكل اللي موجود عندك، سواء كان مربع او مستطيل او مدور او بيضاوي او مثلث. كده كده انت مش هتقدر تغير شكل وشك ولا هتختار شكل وش ولادك مثلا، فالاجابه مش هتفرق ولا هتستفيد منها باي حاجه. كل اللي محتاج تعرفه هو ازاي تستخدم شكل وشك انت وتطلع منه باكبر استفاده، احسن تسريحه شعر واحسن ستايل دقن واحسن نضاره. وده تقدر تعمله بانك تفتح القناه وتشوف باقي الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن المواضيع دي، وبتكلم فيها عن كل المواضيع اللي تهم الراجل زي الشكل والشخصيه والرياضه والعلاقات واي حاجه تاني. اعمل لايك للفيديو وادخل على القناه، اعمل سبسكرايب واتفرج على كل الفيديوهات القديمه. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.